زل مرحبا بكم كامل مرة أخرى ومرحبا بالجدد. نقولكم شرفتونا كامل بوجودكم وبتعليقاتكم. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة البراج رائعة تذوب في الفم. راح نعطيكم المقادير بالكيس وبالميزان تانيك باش تحصلوا على نتيجة مضمونة، وتاني راح نعطيكم السر تاع الإحمرار الشباب وكذلك طريقة التقطيع باش تسهل عليكم الخدمة، وراح تاني نقدم لكم نصائح باش تعاونكم باش يجيكم مفتت ويذوب في الفم. اللي حاب الوصفة ما عليها إلا تكمل لا فيديو حتى للأخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الإعجاب والاشتراك اللي مازال ما اشتركش فضلا وليس أمرا، وتابعوا لا فيديو باش تشوفوا الوصفة بأكملها. راح نبداو بطريقة التحضير. بسم الله. هنا راح نحكم كسعة فين راح نخلطو. انا حكمت هنا 3 كيلات نعمرو بالسميد المتوسط، ماشي رقيق وماشي خشين. بالنسبة اللي عندها الميزان، هذا الكيلة خذات ليا 230 غرام تاع السميد، صافي الكل خذات ليا حوالي 700 غرام تاع السميد. شوفوا هنا القوام تاع السميد كيفاه داير، يكون متوسط. وهنا راح نحط 3 ملاعق كبار تاع فرينة تكون مملوءة جيدا، ما يعادل تقريبا نص الكيلة اللي كيلنا بها. صافي كل كيلة نحط عليها ملعقة كبيرة تاع فرينة. هذا الفرينة راح تضمننا باش ما يتفتتش البراج تاعنا خاصة للمبتدئات. من بعد نضيف نص ملعقة صغيرة تاع ملح. هنا راني نكيل في الليدام، راني حكمت نفس الكيلة نعمرها. انا درت نص زبدة تكون على درجة حرارة الغرفة، ما تذوبوهاش مليح، لازم تشد روحها باش يجي بنين احسن. وراح نزيد النص الاخر سمن. وانتوما كيما حبيتو ديروا غير الزبدة لوحدها او السمن لوحده او بالزيت لوحده، ولا خلطوا نص نص كيما درت انا كيما حبيتو. هنا راح نزيد كمية تاع الزبدة باش نتحصل على 230 غرام تاع الليدام، لخاطر هذه الكيلة خذات ليا 230 غرام تاع السميد، صافي راح ندير 230 غرام تاع الزبدة والسمن. اذا كانت الكيلة تاعكم باغ اكزومبل داتكم 200 غرام تاع السميد، صافي راح توزنوا 200 غرام تاع الزبدة او زبدة والسمن، ديروا كيما هكاك. هذا بالنسبة للاخوات اللي عندهم الميزان. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الميزان عادي عمروه عادي، نقصله غير شوية بارابور على السميد فين عمرته. دوكا راح نخلط كامل المواد الجافة كما راكم تشوفوا. راح نخلطهم مليح مليح حتى يندمجوا. هنا راح نشكل حفرة في الوسط ونحط المزيج تاع الزبدة والسمن، وراح نخلطوهم مليح مليح ونبسو مليح. هنا راح نعاود لكم الطريقة بسرعة. درت 3 كيلات تاع سميد يكون متوسط، ونزيد نص كيلة تاع فرينة ما يعادل 3 مغارف كبار، ومن بعد نضيف نص ملعقة صغيرة تاع ملح وراح نخلطوهم مليح مليح. ومن بعد راح نضيفو كيلة تاع زبدة أو سمن، ومن بعد نخلطوه مليح مليح ونبسوه. شوفوا هنا لازم كي تلموها في يديكم راح تكور لكم كرة تكون شادة روحها كيما راكم تشوفوها. دوكا راح نغطي عليها ونحطها على جهة ونوليو لتحضير الغرس. هنا حكمت كمية تاع الغرس راه منقي كامل مليح، ونضيف لها ملعقة كبيرة تاع زبدة ونضيف لها ملعقة كبيرة تاع ماء زهر. اذا كان الغرس تاعكم صلب عادي زيدوا له شوية تاع ماء زهر. ندخلو كامل مليح مليح ونعجن فيه حتى نتحصل على قوام يكون طري.
هنا راني حكمت سنيوة، حطيت فيه كيس بلاستيك ولا بابي فيل، ضفت له شوية تاع الزبدة، دهنته كامل بالزبدة، ومن بعد راح نسويه كامل على شكل رقيق. راني درته فوق هذا السنيوة باش يجيني كاري، وراح نغطي عليه ونحطه على جهة. راح نولي السميد، راني حكمت هنا ملعقة عمرتها عسل، ونضيف لها 2 ملاعق كبار تاع ما زهر، ونخلطوهم مليح مليح. هذا المزيج راح نضيف له للسميد، هذا هو السر باش يجيكم البراج محمر ويجي اللون نتاعو شباب. راح ندخلو كامل في السميد، ما نعجنوش، غير نلموها بيه ونحبسو. وهنا كي تلموه اذا حبيتو تخليوه يرتاح خليوه، ولا كملوا مباشرة المراحل كيما درت انا. هنا حكمت نفس الكيلة اللي كيلنا بها نعمروها حليب ما يعادل 250 مليلتر تاع حليب. تقدروا تعوضوه بالماء، ديروا بالماء نفس الشيء، نديروا بالماء تانيك. دور الحليب هنا راح يعطي ذوق ولون شباب للبراج. راح ندير كامل الكمية تاع حليب، راح تشوفوا باللي ولات بزاف طرية. عادي ما تخافوش، راح يمتصها كامل السميد. وكما قلت لكم لموها برك ما تعجنوهاش. دوك راح نغطيوها عليها ونخلوها حتى يمتص هذاك الحليب، بصح ما تخلوهاش حتى يمتص مليح في الحليب ويجيكم ناشف، راح يصعب عليكم في الخدمة ويتفتت لكم. لازم تكون طرية وانتم تخدموا بها. هذا هو السر الثاني. اذا شفتوها امتصت مليح هذاك الحليب زيدوا لها شوية ولموها عادي. هنا كيما راكم تشوفوا راها امتصت الحليب، راح نقسموها الى 2 قطع متساوي. وراني حكمت سنيوة نفس السنيوة اللي قيست بها البراج باش كي نجي نحطهم فوق الاخر يجي سوا. راني حطيت بابي فيل من الفوق، وراح نسويه كامل النص الاول، من بعد نحط الغرس من الفوق، وراح نضغط عليه شوية من الفوق ونسويها. ومن بعد هنا راح نحكم سنيوة واحدة أخرى نفس القيس، راح نحط بابي فيلم، نسويه فيها النص الثاني، وهنا راح نقلبها فوق الغرس ونعدلوها مليح. هذه الطريقة درتها للمبتدئات باش يسهل عليهم كي يجيو يقطعوها وما يجيوهمش بزاف هذوك القطعة الصغيرة تاع البراج. هنا بعد ما سويتها كامل راح نقلبها فوق كيس بلاستيكي ولا بابي فيلم، ونحط فوقها تانيك بابي فيلم واحد اخر باش كي نجي نحلها بالحلال ما يتلاصقش في هذاك الحلال. وهنا كي نجي نحلها ما تضغطوش عليها، حلوها غير من الفوق، راح تمشي لي وحديها. وبعد راح نعدلوها من الجوانب كما راكم تشوفوا راني درتو شكل مستطيل. والسمك يكون كيما حبيتو، كاين اللي يحبها خشينة وكاين اللي يحبها رقيقة. دوكا راح نحكم موس ونقطعوها مستطيلات متوازية، من بعد نشكل في البراج. اللي عندها هذيك الأداة اللي تتراسي في الحبات من الأحسن تديرها. هنا راح نبدا نطراسيو في الحبات بالموس. اللي خايفة ما تجيش الحبات كيف كيف استعملوا الأصابع نتاعكم، قيسوا بيهم. وكي نشكلوهم كامل عدلوها مليح من الأطراف. راح نكمل كامل الحبات بنفس الطريقة ومن بعد نجي نطيبهم.
ولينا لطريقة الطياب تاعهم. طريقة الطياب مهمة جدا باش نتحصلوا على النتيجة المرغوبة. بيان سور نسخنوا الطاجين من الأول ونحطوهم يطيبوا. والطياب نتاعهم ما لازمش يكون على نار قليلة ولا نار عالية، لازم تكون متوسطة. وما لازمش يطولوا في الطياب تانيك باش ما يجيكمش قاسحين. كي يتحمروا لكم من جهة قلبوهم من الجهة الأخرى حتى يطيبوا. هاوليك البراج تاعنا بعد ما طاب، الشكل نتاعهم جا متساوي واللون نتاعهم بزاف شباب كيما راكم تشوفوا. وراح نقسم لكم وحده وتشوفوه. شوفوا كيفاه راه يتفتت لي وحديه. تبعوا برك المراحل والطريقة إن شاء الله راح تنجحوا فيه. وصلنا لافان لا فيديو، نتمنى عجبتكم هذه الوصفة وما تنسونيش باللي جيم والبارتاج إلى فيديو جديد إن شاء الله. إذا جربتوه ما تنسوش تبعتوا لي تطبيقاتكم. ابقوا على خير.